السلام عليكم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ النهارده ان شاء الله كده هنعمل منيو كده خفيف وبسيط وحلو من نواعم العيد. هنقدم مع بعض البيتفور اللي ممكن تستغني خالص عن السابليه، هنزينه بتزيين خفيف وبسيط وحلو ويكون كمان على قد الايد. وهنقدم مع بعض الكحك على البارد والكحك على السخن. وهنقدم طريقة بسكوت حلوة جدا بكوباية واحدة بس من السمنة. هنعمل تشكيلة حلوة من نواعم العيد على قد الايد كده بتكلفة تكون بسيطة. كيلو دقيق عمل معايا الكمية اللي انتم شايفينها دي من البوتفور، كيلو دقيق واحد عمل معايا الكمية دي. نصلي على رسولنا الكريم ونشوف مقاديرنا مع بعض. مقادير بسيطة جدا وهتقدري ان انت تعتمديها وهتطلع معاكي النتيجة في منتهى الجمال. تمام. هنا معايا 500 جرام من الزبدة، نص كيلو من الزبدة. ومعايا 250 جرام من السمنة، 250 يعني المقدار كله على بعضه 750 جرام من المادة الدهنية. تقدري تخليها زبدة كاملة، وتقدري تخليها سمنة، وتقدري تخليها ميكس بين الاتنين زي ما انا عملت كده. المتاح معاكي والموجود تقدري ان انت تشتغلي بيه والنتيجة هتبقى في منتهى الجمال. تمام. اهم خطوة هنا ان يعني تكون الزبدة بدرجة حرارة المطبخ كده، يعني ما تكونش سايحة منك قوي. وتكون السمنة كده يعني تكون سقعانة شوية في التلاجة، علشان خاطر تاخدي النتيجة في منتهى الجمال، تتضرب بالشكل اللي انت شايفاه ده. لو هتستخدمي سمنة برضو تكون سقعانة من التلاجة. نزلت هنا ب 300 جرام من السكر، وكده سكرها هيبقى في منتهى الجمال، مظبوطة جدا. تمام. 300 جرام من السكر المطحون، اللي تكوني نخلاه كده مطحون في قلب البيت ونخلاه كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. بتضربي كويس جدا زي ما انت شايفه كده لغايه ما القوام لونه يعني القوام زي ما انت شايفين كده عامل زي الكريمه. وغير كده لونه كمان بيتغير معاكي، يعني لونه بيفتح كده. واهم حاجه تنزلي الجنوب، علشان خاطر ما يبقاش فيه حاجه ما انضربتش، كله يبقى مضروب كويس جدا. معايا هنا ايه 4 بيضات كاملين وصفار بيضة. معايا 4 اكياس من الفانيليا زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالفانيليا على البيض، وهنزل بالمعلقة اللي مش هستغنى عنها خالص في نواعم العيد، وهي قصنص الحليب. جميلة جدا وحلوة قوي. تقدري ان انت تجيبي ب10 جنيه من عند العطار قصنص حليب، هيكفي معاكي نواعم العيد كلها في منتهى الجمال. وبتغير بصراحة من نواعم العيد، بتديلها طعم جميل جدا. هتنزلي كده ببيضة بيضة لغاية ما تختفي معاكي. كل مرة بنزل ببيضة لغاية ما تختفي معايا، ما بضربش كتير، مجرد ان هي تختفي بنزل بالبيضة اللي بعدها لغاية ما نزلت بكمية البيض اللي احنا ضفناها دلوقتي. تمام. بتضربي كده القوام بيخف معاكي وبيبقى جميل جدا وحلو قوي. اهم حاجة تكوني متأكدة ان انت ضاربة الخليط بتاعك كويس، ما فيهوش اي حاجة ما انضربتش. تمام. هنا خلاص المضرب بتاعي شكرا على كده، بس هبتدي ان انا انزل الزبدة اللي في المضرب زي ما انتم شايفين كده. هنزل هنا بكيلو الدقيق كله مرة واحدة. كيلو دقيق عليه ذرة بسيطة من الملح، وهبتدي ان انا اقلبه. ما تقلبيش كتير، يعني هستغنى كده عن المعلقه، وهبتدي ان انا اقلب بصوابع ايديا زي ما انتم شايفين كده لغايه ما الدقيق يختفي. وما تبالغيش قوي في العجن، يعني احنا ما بنعجنش. ما تبالغيش في التقليب. تمام. زي ما انتم شايفين كده بطراطيف صوابع الايد كده لغايه ما الدقيق خالص بيختفي. بتبتدي تختبر العجينه بتاعتك بايدك الناشفه، يعني ايدك اللي مش اللي انت عاجنه بيها. تمام. هتختبري كده هتلاقي العجينه في منتهى الجمال، حلوه قوي، مقداري مظبوطة، وهتطلع معاكي نتيجة في منتهى الجمال. تقدري تستخدميها بكيس الحلواني زي ما انتم شايفين، لان العجينة هتنزل معاكي بسهولة. وتقدري كمان تستخدميها بمكنة البيتفور، بتعمل معاكي كمية أكبر من كيس الحلواني. تمام. أنا هستخدم الطريقتين يعني التشكيل، بس هختبر كده 4 وحدات كده، اختبرهم كده. بتطلع لونها ذهبي جميل زي ما انتم شايفين، ما بتفرش يعني منك، يعني هي دوبك بتظبط نفسها كده في الشكل، وبتبقى جميلة جدا ناعمة وفي منتهى الجمال زي ما انتم شايفينها كده. ابتدي على طول ان انا اشكل العجينة بتاعتي، واشكل الصيغان كلها وهحطها في قلب التلاجة. وهبتدي على طول خبز فيها على طول. اول صاج عملته هبتدي ان انا يعني شكلتهم كلهم، وهبتدي ان انا اطلعهم كده. كل مرة بطلع صاج بس من التلاجة، ما تحاوليش تسيبيها بره. تمام، علشان ما تسحش منك. ابتدي بقى اعملي الاشكال اللي انت حباها. هنا برضو معايا التيب ده شكله حلو قوي، شكله برضو بيطلع معاكي وردة كده. وبتبقى يعني دي لوحدها، ما بلزقهاش، ما بتتلزقش الاتنين في بعض، لا دي لوحدها بس. تمام. تقدري ان انت من عجينة البوتفور دي تعملي برضو اشكال منها كتيرة جدا.
هبتدي ان انا اشتغل بالمكنه. وزي ما قلت لك ان المكنه بتعمل معاكي كميه اكبر بكتير، لان بتطلعها كلها مقاس واحد زي ما انت شايفه كده. بتبتدي تظبطي ايدك، هتطلعها معاكي في منتهى الجمال. والواحده اللي مش طالعه شكلها حلو بتبتدي ان انت تستغنى عنها وتشيليها. خلاص سويت الكميه بتاعتي وطلعت معايا بالشكل ده من كيلو دقيق واحد. عملت الكميه اللي انتم شايفينها دي كلها، ما شاء الله. بتعمل كميه حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. وكمان هنزينها بطريقة حلوة قوي، طريقة جميلة جدا، بسيطة وسهلة، واي بنوتة تقدر ان هي تقوم تعملها على طول. زي ما انتم شايفين انا هنا بوريك الاشكال وبوريك الكمية في منتهى الجمال. تمام. هبتدي لو حابه ان انت ما تزينيهاش وحابه ان انت تحتفظي بيها، تقدري ان انت تحتفظي بيها في علب تلاجة تكون مغلقه كده. اهم حاجه تكوني قافلاها كويس جدا عشان البسكوتات ما تطرش منك. تمام. تعالوا بقى نشوف طريقه تزيين بسيطه جدا بالشوكولاته، مفيش ابسط من كده، وتزيين شكله رقيق جدا. تمام. نرجع بقى لتزيين زمان كده اللي كنا بنزينه بالشوكولاته ديت، الشوكولاته اللي بتجيبها من عند العطار، او كمان طريقه بسيطه جدا ان انت آه، هتجيبي معاكي جوزة الهند وهتبتدي ان انت تشكليها بالالوان، وهتبقى برضو جميلة جدا. التزيين هنا اختياري براحتك، حط اللي انت حباه واللي اولادك بتحبه. تمام. وكمان معانا زر الورد ده برضو بيدي تشكيلة جميلة جدا، تزيين حلو كده وخفيف، وكمية منه كبيرة جدا، ويعني كمية حلوة. ب10 جنيه بتجيبيها من عند العطار. او الفرموسيل ده اللي برضو يعني برضو بتجيبيها برضو ب10 جنيه. يعني المهم ان انت تقدري ان انت تجيبي اللولي ده. بيجي علب كده، والعلبة فيها العلبة ب50 جنيه بس، بتقعد معاكي مدة طويلة جدا. يعني التزيين ده اختياري، تحب تزيني بدون ما تحطي اي حاجة خالص، ويا دوبك هو الشوكولاتة بس، وتعملي فيها خطوط. بتبقى شكلها بالنسبة لي شكلها ارق بكتير، وشكلها حلو جدا، وشكلها شيك جمال. ولو حابة ان انت بتطلعي اوردرات، صدقيني النتيجة دي حلوة. طلعت معايا كمية في منتهى الجمال. معايا كمان كمية لسه ما اتعملتش، كمية بسكوت لسه ما اتزينتش. وما تقلقيش خالص من التزيين ده، لان احنا مزينين بالشوكولاتة، مش حاشين مربى ولا اي حاجة، فمش هتطرى منك، وهتبقى في منتهى الجمال. تقدري ان انت تحفظيها على طول في التلاجة، تعمليها كده في علب وتحفظيها في التلاجة. او ان لو الجو حلو عندك تقدري ان انت تسيبيها بره عادي، مفيش مشكلة. بحب احطهم قوي في الاطباق دي، بيبقى شكلها جميل جدا. تمام. تعالوا ندخل بقى على الكحك اللي يعني بصي، اللي مش هيختلف عليه اي حد. كحك زمان، كحك على السخن كده بطريقه جميله جدا وبطريقه في منتهى الجمال. معاكي 3 مقادير للسمنه تقدري ان انت تشتغلي بيهم. لو حابه الكحكايه دايبه خالص، تشتغلي ب 600 جرام من السمنه للكيلو الدقيق. ولو حابه الكحكايه زي اللي انت شايفاها دي، يبقى 550 جرام بالظبط. نص كيلو زائد 50 جرام هيطلع معاكي الكحكايه دايبه برضو، بس ماسكه نفسها شويه. طيب لو حابه ان انت تعمليها بنص كيلو سمنه، تبقى ماسكه نفسها اكتر. دي لما بتكوني عامله كميه كتيره علشان ما تتهدرش منك وتبوظ. تمام. تعالي بقى نشوف. هنعمل النهارده بطريقتين، هتعملي بالمكبس وهتعملي بالمنقاش. بالمنقاش. تمام. معانا هنا ايه، كيلو دقيق، حطيت عليه نص معلقه صغيره من الملح، وحطيت يعني مش كتير، مش نص معلقه قوي. تمام. حطيت عليه معلقه كده من بهارات الكحك، معلقه من النشا، معلقه كبيره من النشا، وحطيت عليه معلقه من البيكنج باودر صغيره. نزلت كده بنص كيلو من السمنه زائد 50 جرام. وبصي سخنين جدا. تمام. يعني اتحاهم كده، بس ما تخليهمش يدخنوا قوي. دي سمنه عاديه خالص يا بنات، وهيبقى بطعم وريحه السمنه البلدي بالظبط. جربيها وانا متاكده انها انت هتعجبك. هنسيب كده العجين على بعضه يعني يهدى شويه. وحطينا الخميره زي ما انتم شايفين في نص كوبايه من الميه، ومعلقه واحده من السكر، وهنسيبهم كده على جنب يتفاعلوا مع بعض. والنص كوبايه الميه التانية حطيت عليها قصنص من الحليب، صنص من الحليب معلقه صغيره. وحطيت عليها ريحه السمنه البلدي، وحطيت عليها نقطتين كده من ريحه الموز جميله جدا. وهنا عجننا مع بعض الملبن. وحطي مكسرات، وهي معلقه سمنه واحده، المكسرات اللي عندك او السمسم. انا ما بحطش في الدقيق سمسم علشان خاطر ان انا هنقشه. لو انت هتعملي بالمكبس بس بتاع الكحك، تقدري ان تضيفي سمسم على العجينه. هنا ضفت ايه، ضفت الخمير. يعني يا دوبك اهم حاجه تبسي العجين كويس جدا. يعني هنا بسي العجين كويس جدا. تمام.
اول ما برد معايا بسيته حلو قوي، وبدات ان انا اضيف عليه الخميره وضفت عليه الميه زي ما انتم شايفين كده. تمام. ابتدي بقى ان انا انقش الكحكايه زي ما انتم شايفينها كده. يعني ما بحبش ان انا اشكل العجينه كلها. لو انتم شغالين ما شاء الله العيله كلها شغاله، هتقدري ان انت تعمليها تشكليها كلها مره واحده. بس لو انت لوحدك كده، ابتدي ان انت تشكلي زي ما انت شايفه كده عشان العجينه تفضل دافيه معاكي. ما تقعديش كل شويه تليني في كل قطعه، لان دي سمنه وهتمسك معاكي جامد. تمام. زي ما انتم شايفين كده بنحشيها بالملبن، وهبتدي ان انا اشكل التشكيله بتاعتي بالبصامه او بالمنقاش زي ما انت حابه. المهم يعني عندنا التشكيله اي شكل هنعمله بالمنقاش او بالبصامه مش هيروح منك خالص. طيب لو انت شغاله لوحدك، هتبتدي بعد ما تخلصي خالص كميه الكحك اللي معاكي، هتعملي ايه؟ هتبتدي في اول صاج عملتيه على طول تسويه. لو انتوا شغالين ما شاء الله يعني البيت كله شغال في الكحك، في كيلو كحك هتبتدي تسيبيه ربع ساعه بس يخمر معاكي. تمام. انما لو انت لوحدك هتكون اول صاج خمر معاكي، هتبتدي على طول تسويه. بسوي في فرن البوتاجاز ويطلع معاكي في منتهى الجمال وحلو قوي. تمام. التسويه بتكوني مسخنه فرن البوتاجاز، وبتحطي كده اول صاج في تاني رف في الفرن. هيطلع معاكي بالشكل الجميل. اول ما بياخد لون ذهبي بسيط كده من تحت، لو ما خدش لون من فوق بتولعي له الشوايه كده ياخد معاكي لون خفيف، وبتطلعيه على طول علشان خاطر ما تطوليش عليه والملبن بتاعك ينشف منك. تمام. الكحكايه كبرت معايا شويه وخمرت زي ما انتم شايفين، رافعه معايا في منتهى الجمال، دايبه وناعمه وجميله جدا. زي ما قلت لك لو انت حطيتي 600 جرام من السمنه، مش هتقدري ان انت يعني عارفه اللي هيمسك الكحكايه هتدوب في ايده. انما 550 جرام جميله جدا. شوفي الكحكايه مفرغه من جوه، وكمان الملبن مش ناشف فيها خالص، الملبن سايح جميل جدا. كيلو دقيق طلع معايا الكميه اللي انتم شايفينها دي، كميه في منتهى الجمال، حلوه قوي. الوقت اللي الكحك غالي واسعاره غاليه جدا، تقدري ان انت تعمليه بابسط طريقه زي ما انتم شايفين كده. طيب الكحك التاني اللي احنا هنعمله ده اللي على البارد، وبرده نتيجته جميله جدا زي ما انتم شايفين. انا حبيت ان انا اكسر واحده كده علشان تشوفوها. وهعمله ب 500 جرام بس، يعني نص كيلو بس من السمنه. طيب معايا هنا ايه؟ كيلو دقيق حطيت عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر، وذره الملح بتاعتنا، معلقه النشا ما بستغناش عنها. تمام. بهارات الكحك حطيت كده معلقه صغيره، وابتدي ان انا اقلب الخليط بتاعي كله، الدقيق كله، وهسيبه كده. وتعالوا بقى نشوف ايه اللي هنجيبه دلوقتي. معايا هنا نص كوبايه من الميه، معلقه من السكر بودره او حبيبات، ما فيش مشكله، ومعلقه كده من الخميره، معلقه كبيره بس ممسوحه مش كبيره يعني مش مليانه لفوق كده. تمام. واسيبها كده على جنب تتفاعل مع بعضها. هنا معايا نص كوبايه لبن، وحطيت فيها قصنص الحليب، وحطيت فيها هنا ريحه الكحك، ريحه السمنه البلدي، وكمان برضو بحب قوي ريحه الموز، حطيته فيها. ممكن تستغنى عنه بس هو جميل جدا وبيدي ريحه حلوه قوي في الكحك. هنا معايا كام؟ نص كيلو من السمنه. نص كيلو من السمنه هبتدي ان انا احطه على الدقيق، وابتدي ابس الدقيق بتاعي ده كويس. شوفي الدقيق عامل ازاي قدامك. هخلي الدقيق ده عجينه، تبقى عجينه لينه كده في ايدك من غير سوائل خالص. هو بنص كيلو السمنه هتبقى في منتهى الجمال. توصلي للقوام ده خدي وقتك. اهم حاجه توصلي لعجينه زي ما انتم شايفين كده علشان تطلع معاكي نتيجه كحكايه في منتهى الجمال. الخميره كانت خلاص انفعلت معايا، وهبتدي ان انا انزل بها على طول. الخميره طول ما هي يعني هي اتفعلت كده وخمرت، هتطلع معاكي نتيجه حلوه قوي في اي مخبوزات. تمام. يعني وانت بتنقشي الكحكايه تحس ان هي بتخمر في ايدك. طيب هنا معايا نص كوبايه اللبن، حبيت ان انا ازود لها معلقه لبن معلقه سكر بودره، علشان كمان تدي طعم حلو للكحكايه، تبقى مسكره شويه. انا هحشيها بالملبن بس حبيت ان انا العجينه من بره كده تبقى مسكره شويه. انا حاطه معلقه في قلب الخميره، وحطيت كمان معلقه كبيره في اللبن زي ما انتم شايفين. تقدري تستبدلي اللبن بميه. هنا خدت مني قد ايه مقدار من السوائل؟ خدت معايا كوبايه ومعلقتين، زودت معلقتين. تمام. وبرده ما بتبالغيش في العجنه عشان العجينه ما تشدش منك. اول ما بتحسي ان هي خلاص بقت حلوه في منتهى الجمال مش مشققه معاكي، تبتدي تشتغلي على طول فيها.
تمام. هتنقشيها او تعمليها بالمكبس، او يعني اي اشكال انت بتحبيها. نحشي الكحكايه بالحجم اللي انتم شايفينه ده. حابه تصغري الكحكايه اكتر من كده براحتك، حابه تكبريها براحتك، دي حاجه بقى ترجع لك انت. ابتدي ان انا انقشها، ما تقلقيش خالص. المنقش هنا مش هينتش معاكي خالص زي نوع الكحك اللي فات اللي كان على السخن، كان المنقش بينقش خالص، لان انا عملتها بكوبايه واحده بس من السوائل، ما حبيتش ان انا اضيف المعلقتين اللبن، المعلقتين الميه. وممكن برضو في الكحك على السخن تضيفي لبن عادي، مفيش مشكله. حابه تضيفي ميه او لبن براحتك، ده حاجه ترجع لك. هنا السوائل حاجه ترجع لك انتي. بس ما بنحبش نكتر في اللبن علشان خاطر الكحك لو طول معانا. احنا عاملين كميه بسيطه، بس برضو الكحك على البارد عشان ما يطولش معاكي اكتر من كده. يعني مثلا ما تزوديش لبن اكتر علشان ريحته تبقى في منتهى الجمال. ما تقلقيش، يعني هيقعد معاكي شهر وفي منتهى الجمال. مش هيبقى يعني، في ناس كتيرة بتقول الكحك على البارد بيبوظ بسرعة، يعني اسبوع اتنين وبيبوظ معاكي. لا، ده هيقعد معاكي مدة جميلة جدا. يعني هيقعد معاكي كيلو كحكة هيقعد معاكي شهر في منتهى الجمال. تمام. الكحك على السخن بيقعد معاكي مدة طويلة، يعني ممكن يقعد معاكي 3 4 شهور. هي عادي، ما فيش مشكلة. كنا الاول بنعمل بكميات كبيرة وبنخزنها، بتبقى في منتهى الجمال. تمام. فطار حلو قوي في العيد، كحكايه كده ومع كوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي، وفي منتهى الجمال. تشوفي نتيجته جميله جدا. وعلى طول نفس التسويه بالظبط اللي سوينا بها الكحك الاولاني اللي على السخن، نفس الطريقه. يعني لو انت بتشكلي لوحدك على طول هتبتدي تخبزيه على طول. شوفي الكحكايه برضو معموله بنص كيلو من السمنه، وناعمه معايا وجميله في منتهى الجمال. والملبن سايح من جوه مش ناشف، الكحكايه مفتحه من جوه زي ما انتم شايفين. تمام. يا رب الطريقه تعجبك وتنول اعجابك. حبيت ان انا اشارك معاكي منيو حلو كده من نواعم العيد. ما تقوليش ان انت اتاخرتي، ما تقوليش ان خلاص ما عادش وقت. لا، احنا كنا بنعمل نواعم العيد، كحك العيد، كل حاجه كنا بنعملها يوم الوقفه، يوم وقفة العيد، فاهمة؟ يعني كنا بنعمل كل الشغل ده في يوم واحد. تمام. فانت برضو لو قمت كده وحابة انت تعملي كلوهات زي ما انا عاملة، هتعمليهم برضو في منتهى الجمال، هتطلع نتيجة حلوة قوي ومرضية. صدقيني قصنص الحليب بيفرق كتير جدا معاكي في نواعم العيد. طلع معايا كمية جميلة جدا زي ما انتم شايفين. لو بتطلعي اوردرات حلوة قوي، يعني حلوة في منتهى الجمال، هتعمل معاكي برضو كمية جميلة جدا. طيب هنا هنا البسكوت، وده يعني ابسط نوع بسكوت ممكن تقومي تعمليه على طول حالا في دقيقة. هي كوباية سمنة واحدة بس، وهطلعي الكمية اللي انتم شايفينها دي. كوباية السمنة دي بس، اهم حاجة تكون متلجة كده في التلاجة. معايا هنا بنفس الكوباية 7 كوبايات من الدقيق. معايره بنفس الكوباية 7 كوبايات من الدقيق. حطيت كيس من البيكنج باودر او كيك شيف، حطيت ذرة من الملح، وهبتدي ان انا اقلب المكونات بتاعت الجافة كلها على بعضها كده. هركنها على جنب. وتعالوا هنا معايا 4 بيضات، 4 بيضات كبار. وحطيت برضو اسانس الحليب اللي انتم شايفينه قدامكم، بيغير معاكي الطعم خالص. تمام. ما تستغنيش عنه. ومعايا هنا ريحة البرتقال او اسانس البرتقال. ومعايا كمان ريحة الموز. معايا هنا نص كوباية من اللبن، هضيف عليها كيس من فانيليا البرتقال. ولو مش موجودة عندك عادي مفيش مشكلة، هتحطي فانيليا عادية. هتحطي هنا حطيت سنة صغيرة من اللون عشان تعزز معايا لون البسكوتة. تمام. هنا معايا قد معايا 2.5 كوباية من السكر البودرة، 2.5 كوباية من السكر البودرة. السكر البودرة مطحون في قلب البيت ومنخول وفي منتهى الجمال. هنا عملت نزلت كده بكوبايه السمنه، وهنزل بالسكر كده، واحاول ان انا، لان السمنه جامده، فهحاول ان انا اعملها بايدي شويه كده علشان ما تكسرش كده معايا المضرب. وابتدي ان انا اضربها على طول. في الاول هتعمل زي حبيبات الرمل زي ما انتم شايفين، وبعد كده هيبقى قوامها جميل جدا. اهم حاجه ما تستعجليش في خطوه الضرب بالذات، لان ضرب الماده الدهنيه هي النتيجه اللي هتديلك بسكوته في منتهى الجمال. تمام. هنا هنزل ببيضه بيضه برضو زي ما انتم شايفين، بعد ما القوام بتاع السمنه اتغير معايا زي ما انتم شايفين كده، تديك قوام كريمي، قوام في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. تمام. هنزل بنص كوبايه اللبن.
زي ما انتم شايفين هضرب ضربتين 3 كده وخلاص، وشكرا كده للمضرب. هبتدي انزل بكميه الدقيق كلها، انا بنزل بالدقيق كله مره واحده علشان خاطر انا عارفه ان المكونات بتاعتي دي مظبوطه تمام. هبتدي انزل بالدقيق كله مره واحده، وبرده ما تبالغيش. هنا البسكوت ما بيتعجنش، البسكوت يا دوبك بتلفيه كده بالايد بصوابع ايدك علشان خاطر تبقى معاكي البسكوته في منتهى الجمال. هشتغل بالمكنه على طول، تشكيلها سهل، تشكيلها سريع جدا، والسوا بتاعها كمان في منتهى الجمال. انا هنا بعد ما اخلص الصاج بظبط البسكوته بتاعتي، ببتدي ان انا اقطعها كده بسكينه او بقطعها من الجنبين علشان تبقى البسكوته كلها سوا واحد وشكل واحد. وعلى طول الفرن سخن، هبتدي ان انا ادخل اول صاج شكلته على طول دخلته في الفرن. يعني بتشكلي كل صاج وبتدخليه على طول في الفرن تمام. طلعت معايا تسويته في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. كل تسوية النواعم العيد كلها مسوياها في فرن البوتاجاز، يعني هتقومي حالا تعمليهم على طول، مش هياخدوا منك وقت ولا ياخدوا منك اي حاجة. رتبي كده افكارك ورتبي كده مقاديرك، وان شاء الله هتطلعي كمية زي ما انتم شايفين. من 7 كوبايات دي عملت كمية البسكوت اللي انتم شايفينها دي. البسكوته اول ما بتاخد لون ذهبي من تحت، لو ما احمرتش معاكي من فوق بتشغلي الشوايه، لو احمرت خلاص تمام. وبتطلعي البسكوته بتسيبيها دقيقتين 2 كده في الصاج، مجرد ان هي بتبرد بتلاقيها طلعت معاكي على طول. يعني البسكوته ما بتمسكش خالص في الصاج، والصاج احنا مش دهنينه اي حاجه خالص. طلعت معايا الكميه اللي انتم شايفينها دي. يا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، يا رب الوصفات بتاعتنا تكون بتستفادوا منها، وتكون وصفات كده بسيطه على قد الايد ومتاحه للجميع. تقومي تعمليهم على طول مهما تكون المقادير بتاعتك اللي بتشتريها تكون غالية يعني شوية، بس صدقيني بتعملي كمية جميلة جدا وكمية في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. لو اشتريت الحاجات دي من بره هتكلفك كتير، قومي كده تشجعي وقومي اعمليهم. اعملي بالمقدار اللي انت حباه، ممكن تعملي نص الكمية. يعني لو هتعملي نص كيلو من كل حاجة هيطلع معاكي نتيجة حلوة قوي. اشوفك في رعاية الله وفي حفظه في امانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.